السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم مولاي عبد الله، يلا كنشوفوا في هاد الايامات سحر شرك يقدمون غادي بواحد التور لاش لذاك السيد باش ياكلوا من الفقراء. والله انها بدعة، والله لشرك عظيم. كانوا اولياء الله صالحين يشهدون لهم الناس بطبيعة الحال، ولكن ذاك الوليك وكان فايق يجري عليك بعد مني. فالقربان يقدم لله سبحانه وتعالى. إذا بغيتي تطعم الفقراء في الأماكن ديالهم في بلاصتهم، شرك هاد الأيام سبحان الله وبدع كثيرة عظيمة. يلا غنبداو نساو شوية موسم مولاي عبد الله. طلع ليا هاد الأيامات كاين شي موسم أنا ما عرفتش شنو هو، ديال زميح ولا ما عرفتش موسم شنو هو. راجل كيبوسوا ليه في رجليه وفي يديه وكيعطيه فلوس كيخشي في رجليه، وما عرفت واش كيشطح ولا كيشطح الصلصه ولا ما عرفت شنو هو داكشي. هذا هو الدين، هذا هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: صدق الصادق المصدوق عليه أفضل وأزكى الصلاة والسلام. قال في معنى حديث: أتى الإسلام غريب وغيرجع غريب في الآخر ديالو، فطوبى للغرباء. تمسكوا بالقرآن وبالسنة، وهادو الذين يفسدون في الأرض غيلقوا الله عز وجل درهم. الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعطيهم غير واحد شوية الوقت ويقفوا قدام الله عز وجل ويغلسوا في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل أهلك من هو أقوى منهم. قوم ثمود كانوا كيهزوا النخل بيد وحدة كيقلعوه، وقوم عاد كيبنيو في الجبال كيبنيو البيوت فأهلكهم الله، منهم باش بالريح منهم بالصيحة. فرعون غرقوا الله عز وجل. فعل ما شئت. وشكون اللي كيبقى؟ هو داك المتقي اللي كيصبر. فاصبر على الصلاة، واصبر على دينك، واصبر على أنك تستغفر الله عز وجل. وهذه نصيحة لي ولكم أجمعين. هذه الأيام سبحان الله كثروا الزلازل، ها كولومبيا، ها اندونيسيا، ها البراكين بركان في الايطالي، ها تاني عاوتاني ولينا كنشوفوا تاني الفيضانات في شي بلايص في المغرب، ها الكسوف. والله إنها آية من الله لكي نرجع إلى الله عز وجل. إلا كنتي باغي تربح في الدنيا وفي الآخرة فعلق القلب ديالك ومتمسك، شد في القرآن والسنة، وتمسك بسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. هذه اللي كاينة، هذا هو الصح. كاينة شي حاجة أخرى غير باطل. نسأل الله عز وجل أن يهدي هاد الظالمين، هذا الذي بعدوا على الدين ويضلون الناس، وفي يوم القيامة شي غيبدا يتبرأ من شي. فطوبى كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام للغرباء. وهذا الوقت المتمسك على الدين ديالو بحال قابط على الجمر كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. غنقول لك اخويا زيد تمسك وطلب الله عز وجل يوفقنا اجمعين. اللهم يا ربي اهدنا الى ما تحب وترضاه، وارزقنا حسن الخاتمه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اذا احلى يا رب. الا كنت ترسل غضبك على من اشركوا بك ويكفرون بنعمائك، فاللهم يا ربي لا تجعلنا منهم، واهدنا واحفظني واحفظ المؤمنين والمؤمنات في جميع بقاع العالم يا ذا الجلال والإكرام.